رسالة إلى كل الزوجات الذين مروا بخيانة أزواجهم. الخيانة أقل همًا من النطاح. الخيانة أقل همًا من النطاح. هل الخيانة تقلل من قدر الزوجة؟ نهائي، لأن جميعنا يعلم أن هناك كثيرين جدا من الرجال الخيانة عندهم نوع من اكتساب الحقوق، بحيث إن ربنا نزل له 4 زوجات، فهو بيعتبر إنه هو لا يكفيه زوجة واحدة، ولولا نقص المال لكان كل زوج. حاجتين بيخوفوا الراجل من التعدد: الزوجة ونقص المال. لو في مال يبقى خايف من الزوجة، لو مفيش خوف من الزوجة وفي مال بيتجوز وبيعدد. الرجل الخاين تستطيع الزوجة أن تتحمل معه، لأنها تعلم أن هناك كثيرون من الرجال يمارسون الخيانة، وكثيرون أيضا عشان الفيديو ما يتهزرش وكثيرون أيضا يعني الواحد أو الاثنين أو الخمسة أو العشرة أو العشرين، مش هقول نسبة معينة، ربنا يثبتهم. ولكن اللي أسوأ من الخيانة صدقيني أيتها الزوجة النطاعة، اللي بيحلل كل شيء من الزوجة، مالها وجسدها، ولا يعطيها شيء، همه ياخد بس. ده اسمه راجل نطح، وما أكثرهم هذه الأيام في مجتمعنا المصري، أكثرهم. فنحن نساء، يعني أنا كإيمي عايزة أقول لكم، لكل سيدة مرت بتجربة خيانة من زوجها، تحملي. بيصرف عليكي، بيديكي حقوقك الجسدية وبيديكي مال، دول أهم شيء للست: المال وحقوقها الشرعية، التي كثيرات 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 رافضين هذا الأمر للزوج، فبيبتدي يمارس حقوقه مع غيرها. ومن يفعل هذا من النساء، أنا أقول لكم ستحاسبه حساب أشد حساب. مع احترامي لكل الشيوخ اللي بيقولوا الست اللي جوزها ما يدهاش حقوقها لا تعطيه حقوقه، أنا بقول لكم والله مش عشان أخد ترند، اعملي اللي عليكي لوجه الله، خدي فيه ثواب، عشان لما تسألي يوم الحساب ما يقولكيش انتي منقصة هذا الأمر وانتي اللي وصلتيه للخيانة. حتى لو شيطان معاكي، شيطان، اعملي الواجب اللي عليكي. وانا عارفة انه بيبقى غصب عنك، بس ابتغاء لوجه الله. اكتر اللي بنعمله في الدنيا بنعمله غصب عننا، حتى بنبص في وش ناس ما يستاهلوش ونبتسم الابتسامة الجميلة اللي انا بقول عليها صدقة دي، عشان ابتغاء وجه الله. ما بالك الزوج دم بيصرف؟ مدام انا بقول حتى لو شيطان، بس انا بقول بقى للخاينة، ارجع لموضوعي: تحملي، نطاع اكبر هما من الخيانة. شكرا يا حبيبتي.